ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية دي بجد يعني عايزة أقول لكم لو كل واحد حفظها وعمل بيها فعلا حال الناس كلها هيتغير. لأن بجد فعلا والله العظيم يعني ربنا بيأمرنا إن احنا نتقي الله في كل أعمالنا وفي أقوالنا وفي بيتنا وفي حياتنا وفي شغلنا وكل أمور حياتنا لازم نتقي الله. ساعتها لو اتقينا ربنا هيرزقنا من حيث لا نحتسب، ويجعل لينا مخرج من كل ضيق ومن كل فرج، وهيفرج همومنا وهيرزقنا من اوسع ابوابه. يعني بجد والله العظيم عايزه اقول لكم يعني طول ما الواحد بيقرا القران وبيتبع كلام ربنا اللي مكتوب في القران الكريم وبيعمل بيه وبيتبع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله العظيم هتلاقوا تغيير جذري في كل امور حياتكم، وهتلاقوا كل شيء اصبح ليكم ميسر وسهل، وكل حياتكم هتبقى سهله وبسيطه، وهتلاقوا سعه في الرزق وبركه في العمر وبركه في الاولاد وبركه في الصحه، وهتلاقوا في كل حاجه فيها بركه وفيها راحه نفسيه واطمئنان. كل واحد لو مشي بما يرضي الله ومشي زي ما ربنا قال لنا سبحانه وتعالى، فربنا والله العظيم هيكرمنا من وسع وهيخرجنا من اي ضيق. لو انتوا عندكم كرب، لو انتوا مهمومين، لو انتوا في ضيقه، لو انتوا عندكم ما بتشتغلش، قاعد في البيت مش لاقي شغل، مش لاقي مثلا تاكل او تشرب، مش لاقي قوت يومك، ما تخافش منه. ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم هيجيب لك باب رزق ما تعرفش منين، بس طول ما انت بتتقي الله، طول ما انت ماشي بما يرضي الله، طول ما انت بتعمل كل اللي ربنا قال لك عليه، طول ما انت بتصلي وبتصوم وبتعمل وبتقضي فروض ربنا وبتتقي الله في كل حاجه وبتخاف ربنا وتبعد عن اي معاصي او ذنوب وتبعد عن اي قرش حرام وما تدخلش اي حرام على اولادك، والله العظيم مفيش احسن من الطاعه لربنا سبحانه وتعالى ولرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فعلا والله العظيم من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتقوا الله يا جماعه، اتقوا الله، لان بجد والله العظيم الذنوب كترت والناس بقت بتعصي من غير وعي، ماشيين في سكه الشيطان وماشيين في سكه هم مش عارفين اخرها ايه. فيا ريت يا ريت يا جماعه نبعد عن كل باب للشيطان، نقفله بايدينا علشان يعني احنا اللي نضحك على الشيطان، ما نخليش الشيطان اللي يضحك علينا. نبعد كده ونطلع له لساننا ونقول له احنا بنتقي الله، احنا بنتبع قرآن ربنا ونتبع سنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. فيا جماعة بجد اتقوا الله في كل أقوالكم وفي أعمالكم وفي شغلكم وفي كل حاجة. قبل ما تعملوا أي غلط أو تخطوا أي خطوة غلط بتعملوها في حياتكم، افتكروا ان ربنا سبحانه وتعالى شايفكم. ما تفكروش ان انتوا مثلا هتسرقوا حد او هتنصبوا حد او هترتشي او هتعمل اي حاجه او هتمشي غلط في شغلك وتقول ما هو كله بيعمل كده ومحدش هيشوفني، لا ده مديري في العمل مش هيشوفني، ده مش هيعرف، ما ايه يعني لما اعمل كده. بس اعرف ان ربنا وحده هو اللي شايفك، لان ربنا سبحانه وتعالى شايفنا كلنا وعارف احنا بنغفل وبننام، لكن ربنا عمره ما بيغفل وبينام ابدا. فربنا شايفنا وعارف احنا بنعمل ايه وماشيين ازاي. فيا ريت يا جماعه نبعد عن اي معاصي احنا بنعملها، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقنا جميعا حسن الخاتمه ويبعدنا عن جميع المعاصي والذنوب. استغفروا دايما من كل ذنب اذنبتوه، ان الله يغفر الذنوب جميعا. اسال الله العظيم ان يغفر لنا جميعا ذنوبنا. شكرا لكم.